صاحب حياته ما كانش موجود، وعلي ربيع الوحيد اللي ما جاش من شلته. واللي عمله هنيدي كان مفاجأة، وشيماء سيف اتكشفت حقيقة حياتها في الفرح ده، غير الوقعة اللي وقعتها وفنان مشهور بنطلون متقطع في وسط المعازيم. وظهور عيلة سمير غانم كانت غريبة جدا، واللي عمله كريم محمود عبد العزيز وأحمد سعد قلبوا الدنيا. ماجد الكدواني ظهر فجأة، واللي موجودين عملوه بطريقة غريبة. أكرم حسني ودنيا سامي ومصطفى غريب كانوا على الله حكايتهم. فرح ابن بيومي فيه كشف تفاصيل شخصية لحياة فنانين كتير قوي. معقول جمال بنت سيد رجب اللي ظهرت قدام الناس؟ تعالوا نشوف كل التفاصيل دي مع بعض من خلال الفيديو ده. فرح ابن بيومي فؤاد جمعوا نجوم الوسط الفني كله تقريبا، وكلهم كانوا فرحانين ومبسوطين بابن صاحبهم بطريقة ملهاش زي. وما فيش حد في الفرح سواء كان فنان أو فنانة ما رقصوش وما قلبوش الدنيا، بس كمان كان في مفاجآت ما تخطرش على البال. كانت أولهم سيد رجب اللي رقص على الفرح، والناس كلها كانت بتتفرج عليه، واللي بنته ظهرت معاه لأول مرة وطلعت شبه والدتها الأجنبية جدا وحتة منها. غير بقى ان شيكو ما جاش لوحده، ده كان معاه صلاح عبد الله، وكان سنده علشان السن ليه تأثير وما بقاش قادر يمشي، وكان بيتحرك معاه في كل حتة ومش سايبه خالص، وقدام اصراره انه يبقى في الفرح وكمان يرقص فيه مع بيومي فؤاد. وما قدرش يقعد، فكانت يسرا وشيماء سيف بيساعدوه. بس الموقف اللي اتحط فيه شيكو لا يحسد عليه ابدا، هو انه بيتحرك في القاعة ومن هنا لهنا البنطلون بتاعه اتقطع قدام الناس كلها، وكانت حاجة محرجة جدا. مش بس ده بس اللي كان محرج، لا دي كمان وقعت شيماء سيف على المسرح وهي نازلة خضت الناس كلها عليها بعد ما اتزحلقت وهي بتنزل مع يسرا. بس في موقف كمان اتحطت فيه شيماء سيف ما كانش عايزاه تظهره للناس، بس الظروف كانت اقوى منها، وهو انه انكشف انفصالها عن جوزها محمد كارتر، واللي كل واحد فيهم وصل للفرح لوحده، وبعدها اتعرف انهم انفصلوا من طريقتهم سوا. واضح كمان ان يسرا ما دخلتش المرة دي في الموضوع زي اللي حصل قبل كده، وجريت عليها دنيا سامي وغيرها من اللي واقفين على المسرح. وكان الغريب بقى ان احمد فهمي ما يحضرش الفرح رغم قربه من بيومي فؤاد وكمان علي ربيع، ويبقى هو الوحيد اللي ما جاش من فرقه مسرح مصر. ويسرا قلبت الدنيا مع احمد سعد لما طلعت ترقص وتغني معاه، وكمان جابت بيومي فؤاد علشان ترقص معاه، وهو الفرحه ما كانتش سايعاه. ده بقى غير كريم محمود عبد العزيز واكرم حسني اللي قعدوا يغنوا، وايتن عامر اللي ما فوتتش فرصه واحده ووقفت تغني مع اكرم حسني. ده بقى كله كوم، واللي حصل مع ماجد الكدواني كوم تاني خالص، واللي ما كانش حد متوقع انه يجي، واول ما جه الدنيا اتقلبت والكل جري علشان يسلم ويرقص معاه، وهو كان بيعامل ابن بيومي فؤاد كانه ابنه بالظبط وفرحان بيه. ليلى علوي كانت زي القمر كعادتها بالظبط، وكانت موجوده وسط الناس. وكمان من المفاجآت ان ايمي سمير غانم ظهرت من جديد للناس، وحسن الرداد كان محاوطها في كل مكان. دنيا وجوزها راحوا كمان مع بعض، بس مفاجأتهم ان بنتهم كايلا ظهرت معاهم، والكل كان بيحب فيها وبيتصور معاها من كتر ما حابينها. ومحمد هنيدي رقص مع بيومي فؤاد، وكان وجوده مفاجئ للكل. في النهاية ايه رأيكم في اللي حصل في الفرح، وايه اكتر حاجة لفتت انتباهكم؟